والطريقه دي انا بمشي عليها حاليا في الكليه. يعني انا دلوقتي لما اجي الم المنهج هلمه بالطريقه دي، لان هي دي الطريقه الاصح، هي دي الطريقه اللي هتوفر جهد وتخليني اذاكر اكتر. لو لسه ما بداتش، يعني انت لسه صفر في المنهج، او انت بدات عايز تراجع وتلم المنهج بطريقه كويسه كده في بدايه شهر رمضان، طبعا انا نزلت فيديو عن ازاي تذاكر في رمضان، هتلاقي الرابط في الوصف. ولكن انا دلوقتي بكلمك ان انت لو مشيت على الخطه اللي قلت لك عليها دي، ان شاء الله باذن الله لحد ليالي الامتحان، لو بادئ من الصفر او بتراجع او ايا كان مستواك في الماده، هتظبط المواد كلها. ودي افضل طريقه تمشي عليها الفتره دي في ثانويه عامه. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. طبعا قبل ما اتكلم عايز اقول لك، لو انت بتسال عن نظام المذاكره في شهر رمضان، فانا منزل فيديو، هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف، او لو دخلت على القناه هتلاقي هو الفيديو اللي قبل ده على طول. تمام. نيجي بقى للفيديو بتاع النهارده، هيكون عن ايه؟ ناس طلبت مني خطه مراجعه شامله للمنهج، او جدول امشي عليه، او طريقه الم بيها المنهج. وناس تانية بادئه من الصفر مش عارفه تعمل ايه، فطلبت مني طريقه برضه. طبعا عشان الناس اللي معانا في جروب المعسكرات بتاع التليجرام، بعد ما الحمد لله يعني خلصنا مواد كتير جدا، وحاليا في الاحياء وبقينا الجيولوجيا، وهنطبق نفس النظام اللي هقوله دلوقتي، هنطبقه باذن الله بصوره كده موديفيكيشن شويه عن اللي هيتقال في الفيديو، هنطبقه باذن الله في جروب التليجرام. فلو انت مش في الجروب ده هتلاقي الرابط في اول تعليق مثبت. ولكن قبل ما نبدا بقى، ما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب الاجمل، وكمان ما تنساش اخواتنا من الدعاء ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويخرجهم من المحنه دي على خير يا رب. اول حاجه الطريقه بتاعتنا انا بسميها، يعني انا كمحمد يعني بلقبها ب 70 30. يعني ايه 70 30؟ يعني انت هتركز بنسبه 70% على ماده واحده. طب وال 30%؟ ال 30% التانيه هتلم فيها حاجات مش مهمه قوي في المواد التانيه. فهمني يا محمد، انا مش فاهم انت بتقول ايه بالظبط. هقول لك بص يا غالي، دلوقتي مثلا انا هذاكر فيزياء، انا الفيزياء واقفه قدامي، تمام؟ فانا هاخد، لو هذاكر 100 دقيقه، هاخد ال 70 دقيقه للفيزياء، وال 30 دقيقه هروح اذاكر فيهم جزء من البلاغه، اذاكر فيهم مدرسه ادب. فاهمني؟ فانا دلوقتي خدت ال 70% هركز على الفيزياء والماده اللي انا عايز المها، وال 30% هروح انقي اجزاء بسيطه خفيفه تتلم في وقت قليل واذاكرها، زي مثلا القصه بتاع العربي، القصه بتاع الانجليش، مثلا حابب تسمع بعض القواعد البسيطه، حابب تحفظ بعض الكلمات. فبالتالي ال 70% ركزت على الماده الشديده، وال 30% رحت حولتها لماده ثانيه. ولكن طبعا انا مش قصدي ان انت لو هتذاكر ساعه تاخد جزء منها لكذا وجزء لكذا، لا انا ما اقصدش كده طبعا. انا اقصد على اليوم عموما، على الاسبوع عموما. انا دلوقتي الاسبوع الجاي ده مثلا للفيزياء، تمام؟ مثلا شخص هيبدا من الصفر، الاسبوع الجاي ده للفيزياء، او هلم فيه الفيزياء كلها، فانا اخليه ناصح وانا بتعامل. ليه؟ علشان ما ازهقش. اصل ما ينفعش اقول لك ايه، بص ساعتين عربي، ساعتين مش عارف ايه، ولا اقول لك اضرب ال 24 ساعه فيزياء. ما ينفعش الكلام ده، تمام؟ فدي افضل طريقه. ان انت دلوقتي انا المفروض مثلا هقوم الفجر، تمام؟ يعني اليوم بتاعك هيمشي ان يبدا من الفجر مثلا، هتقوم الفجر تذاكر، تبدا بقى تذاكر بايه؟ بالفيزياء. خلاص؟ هخلي لي مثلا بعد كل ساعتين احط نص ساعه كده او ساعه للادب، ساعه نحو، ساعه احفظ كلمات انجليزي، ساعه اراجع فيها قصه، وهكذا. فانت بقيت مركز على ماده معينه، وفي نفس الوقت بقيت بتسلي نفسك كده بحاجات تانية. وخلي بالك في نقطه برضو يعني لازم انبهك ليها، انا مش شرط التزم بوقت معين في ماده واحده. يعني مثلا انت معاك دلوقتي شهرين صافي وشهرين واكتر، يعني حوالي 3 شهور. فانت هتعمل ايه؟ هتقول لي مثلا انا هاخد اسبوع للفيزياء بس، الفيزياء الوقت قليل عليها. هقول لك لا، الوقت مش قليل عليها. انت هتعمل للفيزياء مثلا 10 ايام، تمام؟ يعني انت الفيزياء هحط لها 10 ايام. اعمل ايه بقى؟ الحاجات البسيطه اللي انا باخدها مع الفيزياء ده هتساعدني لما اجي اذاكر الماده دي. ما انا دلوقتي لو في ال10 ايام دول قدرت الم الادب كله، قدرت الم البلاغه كلها، قدرت احل نصوص، احل قراءه، اخلص قصه، انا ظبطت العربي اصلا بين النحو. فهي الامر يمشي كذلك، ان انت لما تخلص ماده معينه في وقت، هتلاقي الوقت التاني اللي انا كنت بقول لك عليه بسيط ده خلصت فيه
جزء من ماده تانية ويمكن نصها كمان. فانت ما تستطولش المده، انت هتاخد في الاول فتره طويله تحس ان الفتره طويله، بتبذل جهد مش عارف ايه، ولكن بعدين تلاقي الدنيا بدات تمشي معاك وبقت زي السكينه في الحلاوه. تمام. وهنا بقى بكلمك، انا قلت للناس اللي بدات او ما بداتش او بتراجع او بتلم. وهنا خليني اقول لك، لو انت مثلا لسه ما خلصتش المنهج ينفع تمشي على النظام ده؟ طبعا ده نظام كويس جدا وهيظبط معاك الدنيا. النظام ده لو انت لسه مثلا شغال في الحديثه خليك شغال في الجديد زي ما انت. ما هو انا مثلا لما اخد 7 ساعات اذاكر فيهم فيزياء بس، انا بقول لك مثال مش شرط، تمام؟ ممكن اخلي ساعه من السبعه دول للجزء الجديد والسته للجزء القديم، اخلي ساعتين والباقي القديم، وهكذا. فهمت الدنيا هتمشي ازاي؟ فراجع كده معايا الكلام اللي فات علشان ما نضيعش وقت. بدات ما بداتش هتلحق، لسه الدنيا ملخبطه معاك هتلحق، بس انت استرجل وقف جامد كده وشد. تمام. مش محتاج منك اي جداول ولا اي كلام. عايز جدول اعمل لك جدول وانا قاعد حل ونزله لك على جروب التليجرام ده لو انت عايز جدول، بس لو انت هتمشي عليه. تمام. طب خد بقى الطريقه اللي انت هتمشي عليها من غير جدول. انا معايا دلوقتي الورقه بتاعتي اللي انا بكتب فيها المهام بتاعتي اليوميه، انا اهو دي الورقه مثلا اللي انا بكتب فيها المهام بتاعتي اليوميه المطلوبه مني. تمام. انت هتيجي ماسك الورقه بتاعتك دلوقتي، انا المفروض الاسبوع ده، الاسبوع ان شاء الله اللي هو الاسبوع الاول من شهر رمضان اكون مخلص جزء كبير من الفيزياء، او اول 10 ايام من رمضان اكون مخلص فيزياء. تمام. هظبط على كده. ال10 ايام دول هراجع معاهم ادب وبلاغه ومثلا وقراءه ونصوص وجزء من النحو، وهكذا. بالاضافه بقى للكيمياء والمواد الثانيه اللي انت ماشي فيها تمشي فيها كده ايه باعتدال، مش لازم تكون تدعوكها مره واحده، لا ما تخافش، اهدى كده واثبت. الوقت ده، الفتره دي محتاجه واحد هادي عارف هو ماشي اموره ازاي. تمام. مش شخص كده ايه بيجيب من هنا على هنا على هنا، لا، اهدى مع نفسك وامشي بالترتيب علشان توصل. طبعا زي ما قلت لك ده افضل نظام او افضل طريقه من وجهه نظري. ما عجبتكش الطريقه حابب تمشي على طريقه ثانيه انت حر، انا مش بجبرك ولا بقول لك دي الطريقه اللي هتوصلك للطب او دي الطريقه اللي مش عارف ايه. لا يا غالي، اجتهدت كل الطرق هتؤدي لنفس الهدف ان شاء الله، ولكن في واحد بيذاكر بذكاء، واحد بيذاكر بجد واجتهاد وكل حاجه، ولكن بيتعب نفسه جامد. ممكن واحد يذاكر ساعه يستفيد نصف اللي بيستفيده شخص تاني يذاكر نص ساعه. تمام. فكل توفيق ربنا، اعمل اللي عليك وسيبها على الله. ولكن الفترة دي تركز على حل كويس، تركز على أهم الكتب اللي تذاكر منها، الكتب اللي بتحل منها، أهم نصايح المذاكرة، إزاي هتذاكر في رمضان، الحاجات دي كلها كده تظبط دنيتك كده قبل ما تبدأ علشان تلم المنهج كويس الفترة دي. وخلي بالك إن الفترة دي هي اللي بتفرق بين أول الجمهورية والشخص اللي بيفضل قاعد في آخر السلم، الشخص اللي بيأجل السنة، الشخص اللي بيضيع عليه السنة. فلازم تركز كويس جدا الفترة دي واجمد، فاضل وقت قليل ونوصل اللي احنا عايزينه إن شاء الله. تمام. ده كان فيديو بسيط عشان الناس طلبت الطريقه دي، فانا قلت اشرحها لكم كده عامله ازاي. وزي ما قلنا لكم انا شغال بالطريقه دي في الكليه. شغالي ده كان فيديو النهارده. لو عندك اي سؤال اي حاجه اكتب لي في التعليقات، وما تنساش جروب التليجرام، وما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب الاجمل، وكمان الشير يمكن زميلك يستفيد، وما تنساش اخواتنا من الدعاء ان ربنا ينصرهم. نلتقي باذن الله في فيديو جديد.